من اكتر الالبومات المختلفه في تاريخ عمرو دياب هو البوم ايس كريم في جليم. لان الالبوم ده ما كانش زي كل الالبومات، فيه اغنيتين فرح واغنيتين حزن واغنيتين للناس اللي هو حبيبته سابته، واغنيتين للي عايز يغني مع حبيبته في فرحهم. الالبوم ده كان مختلف تماما لان هو كان من ضمن الفيلم، او كان جوه سياق الفيلم ايس كريم في جليم. فالاغاني كانت بتخدم قوي على فكره الفيلم. فكره الفيلم بقى نفسها انها كانت قصه الصراع ما بين الاغاني الاندر جراوند، او ما بين الاغاني المستقله، او ما بين الفن المستقل عموما، وما بين الفن الكوميرشال او اللي هو هدفه فلوس بس. ويمكن بعد كده اعاد انتاج الفكره دي امير عيد في مسلسل ريفو الجزء الاول والثاني، اللي هو فكره الباند اللي عايز يعمل حاجه بتعبر عنه. 27 سنة نفسي أبقى حاجة، وكل يوم أقول بكرة، وأما يجي بكرة أقول بكرة، وأجل أحلامي شوية، وفي الآخر متهيألي إن هي سراب وعمرها ما هتتحقق. وحتى كان في مشهد جوه الفيلم اصلا، كان مشهد خناقه كده ما بين عم زرياب اللي هو الاب الروحي بتاع فرقه شارع تسعة، اللي هي دلوقتي زي ما بنقول باند اندر جراوند. يعني ساعتها ما كانش فيه المصطلح ده، هم كانوا مسمين نفسهم باند شارع او اغاني شارع. وكان ما بين الخناقه كانت ما بين فرقه شارع تسعة وما بين المنتج زيكو، اللي هو كان عايز يعمل اغاني بس بتجيب فلوس، او اغاني يعني تافهه، او اغاني يعني اللي هي ايه، اي حركه وخلاص، بحيث ان الاغاني دي تعمل فلوس، مش مهم القيمه الفنيه ومش مهم الاغاني دي بتقول حاجه ولا لا. فحصلت بقى قصه الصراع ما بين الطرف ده، الطرف اللي هو عايز اغاني او عايز يعمل فن بيجيب فلوس بس، وما بين الطرف اللي عايز يعمل اغاني بتعبر عنه هو شخصيا. يعني مثلا من ضمن اغاني الالبوم كان اغنيه مثلا اسمها هتمرد. دي كانت حاجه غريبه قوي على ودان الناس، او غريبه عموما ان يبقى في اغنيه اسمها هتمرد على الوضع الحالي. الكلام مش الكلام اللي بنقوله في العادي. هتمرد على الوضع الحالي، مش هسهر في هواك ليالي، ولا يمكن افكر ارجع. كان في اغنيه اسمها انا حر. الاغنيه دي كان بيتكلم فيها اصلا عن ان هو مش عايز يبقى زي الناس اللي هو شايفها دي، كان الناس البلاستيك دي. يعني الاغنيه دي اكتر حاجه كانت حلوه في الفيلم عموما، ان الاغاني استخدموها كويس قوي في جوه الفيلم. مش هو عشان عمرو دياب المغني فجايبينه يغني وخلاص، لا، كل اغنيه كان ليها موقف، وكان بتخدم السياق الدرامي بتاع الفيلم. يعني هو بيغني حر، كان هو جوه كوميونتي كده على ناس مش شبهه، الناس اللي هم الملزقه البلاستيك دي، الناس الفيك. فهو طلع من الحفله بتاعتهم دي، طلع يقول انا حر اني بطير وارفرف كل تحدي وشوق وحياة. حر اني اطير وارفرف كل تحدي وشوق وحياة. بيقول لهم انا مش شبهكم، انا في الاخر اصلا جوه الفيلم راح يغني مع الناس اللي هم شغالين في الفيلا بقى، اللي بيعمل اكل واللي بيعمل الناس اللي شبهه، اللي حاسس ان هم الناس دي الحقيقيه اكتر. من ضمن اغاني الالبوم برضو كانت اغنيه كده غريبه ما اتعملتش قبل كده، يعني الفكره دي ما اتعملتش قبل كده. كان اغنيه اسمها دانا دانا. الاغنيه دي ما فيهاش ليركس خالص، هي الاغنيه كلها عباره عن نفس الكلمه بس متلحنه بقى تقسيم كده، بيقسم بقى وبيليل جوه الاغنيه. دانا دي يعني ايه بقى، هم حتى جوه الفيلم حتى يعني هم بيقولوا له، كان عمال يشتكي ويقول انا بقالي 27 سنه بغني ومحدش بيسمع عني، وكل يوم عمال بكبر وبقول بكره هيجي وبكره يطلع مش موجود. فقالوا له انت دانا ما تزعلش، انت دانا. الدانا دي هي الصدفه اللي جواها لؤلؤه واحده، ودي بتبقى حاجه نادره مش موجوده كتير يعني. فقالوا له انت دانا وهتوصل. فكانوا بيحمسوه، او يعني بيشدوا من ازره يعني، لان هو كان مشهد مؤثر وهو قاعد يعيط فيه وكده. فقالوا له لا ما تقلقش انت دانا وهتوصل وكده. فطلع بقى من المشهد ده بيغني دانا. دانا دي زي ما كنا بنقول هي ما فيهاش ليركس، هي كلها عباره عن تقاسيم كده الحان يعني. ودي كانت حاجه جريئه قوي برضو ان حد ينزل اغنيه في البوم رسمي، اغنيه ما فيهاش ليركس خالص، بس هي خدمت السياق بتاع الفيلم يعني. من اهم الحاجات برضو اللي حصلت في الالبوم ده انها كانت اول مره حد يعمل يعني حد يعمل تراك انسترومنتال، تراك مزيكا بس ما فيهوش ليركس خالص. كان اسمه رقصه الايس كريم. رقصه الايس كريم ده كان نفس الاغنيه بتاعه ايس كريم في جليم بس معموله مزيكا بس. بالمناسبه الالبوم كله ما اشتغلش فيه غير 3: مدحت العدل اللي كاتب الالبوم كله، وحسام حسني اللي موزع الالبوم كله. حسام حسني اللي هو بتاع كل البنات بتحبك كل البنات حلوين ده، هو موزع اصلا، هو اللي موزع الالبوم كله. واللي ملحن الالبوم كله عمرو دياب. بالمناسبه عمرو دياب اصلا ممكن نتكلم عنه كملحن، لان هو ملحن حاجات كتير قوي لنفسه. ملحن البوم ايس كريم في جليم كله، وملحن من الفراق، وملحن قالت لي قول، وملحن ملحن تنسى واحده. وفي اغنيه برضو لحنها اسمها حاولت في البوم راجعين، اغنيه مهمه قوي برضو. فهو عمرو دياب كملحن حتى اصلا شاطر جدا، وعمل اغاني فرقت في تاريخه هو الشخصي. من اهم الاغاني برضو اللي كانت في البوم ايس كريم في جليم رصيف نمره 5، اللي ناس كتير شايفه انها من اهم الاغاني اللي عملها، وهي لحنه
وكانت بتخدم برضو فكره الفيلم، لان هم لما نزلوا يغنوا الاغنيه دي في الشارع الحكومه جت خدتهم واتحبسوا لانهم عاملين اشغال للطريق وهكذا. فهي كانت فكره ان احنا باند عايزين نغني اغاني تعبر عننا، فنروح فين؟ فنروح الشارع. فالشارع طلع مش بتاعهم، فقعدوا بقى في القصه دي، وفي الاخر يعني في الاخر ما وصلوش لحل. لكن لان المشكله دي لسه قائمه لحد دلوقتي. انت عايز تعمل اغاني، فانت هتعمل اغاني عشان بس الفيوز، ولا الاغاني دي بتكون بتعبر عنك بصرف النظر عن الحسابات التجاريه؟ دي معادله صعبه لحد دلوقتي ما حدش عارف يحلها. رصيف نمرة 5 والشارع زحام وساكت كلامنا ملاقي كلام. من اهم الحاجات اللي كانت موجوده في البوم ايس كريم في جليم برضه هو ظهور هشام نزيه. هشام نزيه كان موجود معاهم في فرقه شارع 9 ككيبورديست او بيانيست او الحد اللي بيلعب معاهم كيبورد. هشام نزيه دلوقتي هو يعني هو دلوقتي بقى موسيقار عالمي، بيعمل موسيقى تصويريه لحاجات مهمه جدا. يعني هو اللي عامل موسيقى تصويريه بتاعه مسلسل مون نايت الانتاج مارفل، هو اللي عامل موسيقى تصويريه بتاعت فيلم الفيل الازرق، وعامل موسيقى تصويريه بتاعت تيتو والكنز وحاجات مهمه قوي. يعني لو قعدنا نتكلم عن هشام نزيه انا عايزين له حلقه لوحده. بس انا ما كنتش عارف بقى ايه اللي جاب هشام نزيه هنا، وهل هو كان حاجه حصلت صدفه ولا هم كانوا عارفين ان هو اصلا موسيقي او هيبقى بعد كده موسيقي. انا ما كنتش عارف. بس حصلت صدفه بقى ان انا حضرت فيلم ايس كريم في جليم في السينما، في سينما اسمها زاويه، وكان خيري بشاره مخرج الفيلم موجود. فانا سالت خيري بشاره قلت له هو انت جبت هشام نزيه منين او يعني؟ قال لي والله انا ما كنتش اعرفه، انا حسين الامام رشحهولي، اللي هو كان طالع اسمه زيكو في الفيلم. حسين الامام ده بالمناسبه ملحن اصلا وموسيقي وممثل، وكان عامل باند اسمه طيبه مع مودي الامام، قصه تانية خالص. لو جينا نتكلم عن اغاني اندر جراوند هنتكلم عنها، او الباندات الاندر جراوند. فقال لي ان حسين الامام ده هو اللي رشح لي هشام نزيه لان هو قريبه. فقال لي هشام نزيه ده يعني حد بيلعب كيبورد فممكن يطلع معانا يبقى كيبورديست الفيلم. فقلت له يلا بينا ما عنديش مشكله. بعديها ب20 سنه هشام نزيه بقى من اقوى الناس اللي بتعمل موسيقى تصويريه في الوطن العربي، ومن اهم الناس اللي بتعمل موسيقى تصويريه في العالم كله. بدايه ظهوره خالص كانت في فيلم ايس كريم في جليم. من الحاجات الغريبه قوي برضو في البوم ايس كريم في جليم ان كان في اغنيه ما كملتش. يعني الاغنيه كانت المفروض تنزل في الالبوم وما كملتش اصلا، اغنيه اضواء نيون الاعلانات. حتى هي ظهرت في بروفا كده في المشهد في الفيلم، عمرو دياب كان بيغنيها اللي هو بيقول فيها اضواء نيون الاعلانات انا، كل الحاجات والراديوهات انا. بقيها اصلا مش موجود، لكن الكلمات نفسها موجوده في مشهد في الفيلم اشرف عبد الباقي كان بيقولها، بما ان هو شاعر فرقه شارع 9 يعني كان بيقولها كشاعر وهم في السجن. الاغنيه دي ما كملتش وما نزلتش في الالبوم مع انها كانت المفروض تنزل. انا قعدت 10 سنين مش عارف الاغنيه دي ما كملتش ليه، لحد ما قابلت خيري بشاره. فانا سالته بقى السؤال ده، قلت له ليه الاغنيه دي ما كملتش؟ قال لي والله انا شايف انها ما كانتش تكمل عشان بما ان تجربتهم احتمال ما تكملش. انا بصراحه ما اقتنعتش قوي، يعني حسيت ان هو بيقول لي اي حاجه. بس تمام يعني طالما هو مخرج الفيلم نفسه بيقول لي كده فتمام. بس انا بالنسبه لي الاغنيه دي لازم حد يعمل لها اعاده توزيع، او يعني يلمها على بعضها وينزلها في اغنيه على بعضها، يعني تبقى حلوه قوي. من اكتر الاغاني اللي انا بحبها في الالبوم برضو اغنيه بس انت تغني واحنا معاك. الاغنيه دي بالذات هي تحس انها اغنيه اندر جراوند، عشان كده انا دايما بقول ان البوم ايس كريم في جليم ده هو البوم اندر جراوند قبل ما يبقى فيه اصلا حاجه اسمها اندر جراوند. كان اصلا في الاغنيه بيتكلم فيها مع فرقته بيقول لهم ان انا طب بغني ارتجالي، وكلمات الاغنيه نفسها ان هم بيساعدوه عشان يغني باحسن شكل ممكن. فالالبوم كله تحس ان هو البوم مستقل جدا، مش شبه اي البوم لعمرو دياب يعني.